السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو. بتوحشوني جدا وحشني الكلام معاكم، لاني خلاص بجد حاسه كده ان انتوا عيلتي التانية. اتكلم معاكم باريحيه. طبعا اكيد في كل حاجه ليها حدود الكلام حتى في بيتي لازم ده يكون الطبيعي بتاع اي حد، ان يكون في مراعاة للمشاعر، للكلام، للملافظ اللي بتخرج من بقك، عشان ممكن تهد حد، ممكن تسعد حد. الحمد لله على كل حاجة احنا فيها. الحمد لله على البيت والاربع جدران اللي احنا مش مقدرينهم. كل ما ببص على الحيطان بقول الحمد لله عندي اربع حيطان وسقف ساترني من البرد اللي بره. ربنا يسترها على كل اخواتنا المسلمين في كل بلاد العالم، ويفك كربهم قريب يا رب ان شاء الله. النهارده صحيت مش بدري بس مش متأخر، كانت الساعة 9:30. دخلت على المطبخ على طول. شطفت الرز وحطيته على النار. كنت هعمل رز بلبن، وكنت محتاجة اخد دش عشان ابدأ مصحصحة وفايقة. ما طلبتش معايا قهوة خالص، قلت هما كانوا طالبين رز بلبن انا هعمله لهم. ودخلت اخدت الدش، وطيت على الرز زي الشمعة حرفيا. بس انا بعد ما طلعت من الدش اعصابي كانت خلاص ريحت، والسرير كان بينادم عليا فكنت بفكر طب اروح على السرير ولا اروح اشوف اللي ورايا. فقعدت على ما تشاورت مع نفسي. الحله ايه؟ لزقت من تحت شويه وخدت لون. الموضوع ما عجبنيش. كمل الفيديو هتشوف اللي حصل معايا للنهايه. الحمد لله الحمد لله. يا رب اجعل بسمتي عاده وحديثي عباده وحياتي مليانه بالسعاده وخاتمتي شهاده. يا رب ارزقنا حسن الختام يا رب. صباحكم دعوة مستجابة، صباحكم خير ورزق أمر الله. للي ما يعرفنيش، أنا فرحة، ودي قناة أنا وانتي هنا بنعمل كل اللي انت يعني تحبيه وتتخيليه وما تتخيلهوش. احنا اي نعم مقصرين مع نفسنا، بس انا صراحة بأحرج ان انا اطلع احط سكين كير والكلام ده. والسكين كير بتاعي مش قد كده اصلا، مش هيعيب حد كتير. بس ان شاء الله في تطورات جاية وفي حاجات كتيرة جاية. بس ايه اهم حاجة؟ الدعم ده بيرفع من الروح المعنوية، ويحسس الشخص ان انت، لا انت متشاف، انت بتدي معلومة حلوة. يعني لما صحابي بيرنوا عليا بيتكلموا معايا في موضوع مشاكلهم او اي حاجه تخصهم وبناخد وندي، دايما الشخص اللي بره الموضوع شايف الموضوع بكل الزوايا، بيحط نفسه مكانك ومكان الشخص الاخر، بيعرف يقولك انت صح ولا لا. طب انت هنا لو كنت عملتي دي كنت تبقي افضل. تمام. فدايما خدي رأي حد يكون بره الموضوع، بره اي حاجه، اي حاجه، اي حد تكوني بتوثقي في رأيه. تمام. اهم حاجه تكوني واثقه فيه، ويستحسن يكون غريب وبعيد. انا بقيت بشوف الموضوع ده كتير. نسأل حد غريب وبعيد علشان نبقى بعيدين عن القيل والقال، وده قالت وده عملت وده سوت وهكذا. تمام. صليتي على النبي عليه الصلاه والسلام. تعالى اقول لك عملت ايه. بعد ما نقلت الرز، هو كان استوى تماما بس هو لزق في الحله، فانا ما حبيتش ان هو اللون اللي اتاخد ده يفضل معاه. جبت نصف كيلو من اللبن البلدي بخيره اللي بالوش الحلو ده، ونزلت بيه على الرز. وكنت حطيت كمان نص كوبايه ميه عشان احرك الرز فيها الاول قبل ما انزل باللبن. وبعد ما اديت اللبن غلوة مع الرز، نزلت بنصف كوباية من السكر. والسكر دي التحلية بتاعتك انتي. سكر انتي لو حطيتي صباعك فيه وقلبتي كده هيبقى تمام التمام، بس بالراحة بقى وشيل ايدك بقى بسرعة عشان ايه؟ ما تدوبيش. تمام. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، وجبت معلقة من النشا ودوبتها في معلقتين من المية وكيسين من الفانيليا. الفانيليا وديته في حتة تانية. والله العظيم انا كنت مكلفة، والله ما استخسرت بحد. طلعت علبة القشطة بتاعتي من التلاجة اللي كنت شايلها اعمل بيها سمنة. بس يلا ان شاء الله عننا ما حد حوش. يلا مش خسارة في العيال وابوه. الحمد لله على كل حال. بعد كده تجيبي معلقتين من الكريم شانتي عشان تبقى كريمي كده. دي القشطة اللي بقولك عليها طلعتها، شايفينها هي زي الكريم بتبظ وتلظ كده. يلا الحمد لله. الف هنا على كل اللي كان لقمة. المهم ان هو عجبتهم. انا رجعت حطيت معلقتين من السكر، ممكن لاحظته السكر نسبي زي ما قلت لكم. انا لما رجعت دقته كده، دي مش التحليه اللي ولادي وجوزي بيحبوها، فرجعت حطيت سكر تاني. انا الفتره دي بحاول اقلل سكر، بس للاسف مش قادره. انا عايزه حد يجي يقفل لي بقي او يعمل حاجه في معدتي. بس انا طبعا ضد مبدأ التكميم والحاجات دي. بس انا بجوع كتير، بطلع غازي في الاكل، نرفزتي في الاكل. جعانه باكل، شبعانه باكل، زعلانه باكل، زهقانه هاكل، سهرانه باكل، صاحيه بدري باكل، متعصبه كده. بكل حالاتي بقيت باكل. شفتوا الفيلم بتاع
هي عايزه دي، يقول لها انا عايزه اشوف لك حاله او وضع ما تكونيش بتاكلي فيه. انا اصبحت كده. وبعد ما الرز بتقلبي كل اللي حطيتيه على بعضه، في ناس تقولك عقدتي الموضوع ده، هي اللبن والرز والفانيليا وشويه سكر. بصي هي موضوع نسبي، هي تفاصيل، وبتاعتك انت الموضوع مش بتاع حد تاني، انت اللي هتاكلي يا عمري. فاللي تحبي تاكليه اعمليه. انا احب اكل انا وولادي حاجه احلى واشيك من اللي بتقدم في المطاعم والكافيهات، ومحدش يكون بيعرف يعمل زيها. انتي حره. وكمان انا حطيت في الرز واللبن معلقتين من جوز الهند للناس اللي ايه مركزه، واللي مش مركزه برضو. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. انتي لسه ما حطيتيش لايك صح؟ لا لا مش مشكله، انا مش هزعل، بس يلا اجري بسرعه. مش هتجري وتروحي في حته، انتي بس تضغطي على الزرار اللي تحت كده، ولو عندك كومنت حلو هتكتبهولي، وده يشرفني يسعدني جدا، وببقى مبسوطه قوي 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 بكومنتاتكم الجميله اللي بتصير حرفيا بتخليني برفرف في السقف. لولا السقف كنت رفرفت في السماء. تمام. ولو ما عندكيش صلي على النبي في كومنت، كل اللي يقرأه هياخد ثواب، وانتي هتاخدي ثواب، وانا يعني انا السبب في موضوع الكومنتات، فربنا ان شاء الله يدينيكي ويديني ويدي اللي كتب الكومنت الاجر. تمام. قصدي اللي قرأ الكومنت. تمام. بعد ما غرفت حطيت شويه رشه جوز الهند، وحطيت رشه من صلاة على النبي عليه الصلاه والسلام، رشه من الزبيب. مش كله عندي بيحب الزبيب، فحطيت ايه على طبقين 3 بس. المنظر كان حلو والريحه كانت حلوه، بس الميه كانت قطعت، وده اكتر شيء يعصبني. الميه لما بتقطع حرفيا البيت ريحته بتتقلب من الحمام والحوض، لان بتطلع منهم ريحه من البيت من تحت، تبقى نتنه، حاجه نتنه كده معفنه. فعامه رتبت المطبخ ترتيب كده، وطلعت الصاله اشوف غسيل عايز لم، غسيل عايز يتنشر، غسيل عايز يتحط في الغساله. حطيته، بس طبعا شغلت عليه اخر اليوم، لان الميه حرفيا النهارده طلعت لي انا كانت الساعه 5:30 حاجه كده. قالوا لي جت قبل المغرب، بس طبعا كلهم اولى من حضرتي، لان كلهم شايفين ان انا ما بعملش حاجه، بس مش مهم. الله يصلح حالهم ويصلح حالي. كنت اقول ايه؟ اللهم صل على النبي. اه فلميت غسيل ونشرت غسيل، وهذه هي الشيء اللي ما حلقه مقفوله بنلف فيها. فجبت الغسيل من على الكنبه، وهنا بناتي كنا نزلوا الدرس، وقعدت انا واستاذ صالح الله يهديه ويصلح حاله. بعد كده دخلت اللهم صل على النبي، حطيت الغسيل على السرير عشان ارجع اطبقه، بس قلت ان انا محتاجه اعمل كوبايه قهوه لذيذه ممتعه كده، حاجه تشعشع. بس انا عندي اللبن مش مغلي اصلا، فجبت اللبن غليته. اللبن يا جماعه والله العظيم المشكله دي مش عارفه معايا انا ولا مع طوب الارض. اللبن بكون واقفه عليه ومركزه تركيز، انا لو في ثالثه ثانوي مش هركز التركيز ده، بس لحظه ارمشي فجاه يفور والدنيا تتبهدل. ايه لك ايه ده حاجات كده. انا مركزه معاك، هو انا باخد ودي، ليه كده؟ ليه تخوني وفجاه؟ هي دي الخيانه. انا بالنسبه لي ان دي الخيانه او الغدر، يعني هو غدر بيا وطلع فجاه ما حسيتش بيه. البوتاجاز بيكون لسه ما بيفرش، لما البوتاجاز يكون لسه مغسول والحوامل متلمعه، وفجاه ريحه الشياط تعبي الشقه. للي ما يعرفش يعرف ان اللبن بيفور. الحمد لله، وتمت العمليه بحمد الله المره دي، اللهم لك الحمد كله، عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. وركنت اللبن على جنب، وجبت بقى ايه ان انا اعمل كوبايه القهوه بتاعتي. باخد قليل من اللبن وحطيته على نار يبقى ايه عشان يحافظ على الدفى بتاعه، على حد ايه كنت ارتب حاجه وانا واقفه. ما فرش في الكنكه الكبيره، فر في الخنفسه الصغننه دي، السحليه الزقريده دي، فر فيها وبهدل البوتاجاز والعين. بغض النظر الحمد لله مسحتها بسرعه، بس برضو يعصب ويوتر ويضايق. وعملت كوبايه القهوه بتاعتي اللي هي عملتها كانت الساعه 4:30. المفروض ان انا كنت عايزه خلاص ما اشربش القهوه متاخر، عشان احافظ على يعني اظبط نوم، اظبط اكل، اظبط اي حاجه. لكن انا بتطلب معايا حاجات غريبه في اوقات اغرب. قولوا لي لو انتوا زيي. ايه ده؟ انت بس مش مشتركه يا بنتي، كده فايتك كتير واللي هيفوتك اكتر. اجري بسرعه، اجري يلا.
اشتركي وفعلي الزر بتاع الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. اشعارات بقى ايه، تين 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 تين، ان انا نزلت حاجه، ان انا نزلت ستوري ايه شورت اي الكلام ده. وما تنسيش تروحي على الانستجرام، وما تنسيش كمان تتابعيني على الفيسبوك. بس ايه، اثبتي حضورك دلوقتي عشان ما تنسيش وتقولي ان انا ما بفكركمش. اثبتي وجودك هنا على اليوتيوب. صلي على النبي ووحد الله. تمام. بعد ما عملت كوبايه القهوه وانا يعني بعمل فيها، ففكرت ان انا احط عليها شوكولاته دارك بجمله المرار الطافح والتفاصيل اللي ساعات بتخنق. كنت مخنوقه قوي بصراحه، مخنوقه جدا. فرحت محطه يجي معلقه كده او اقل كمان ودوبتها كويس زي ما انتوا شفتوا كده. والحمد لله. دخلت بقى على الاوضه، هي كانت مترتبه مفيش غير غسيل، بس كان في غسيل عايز يترص. بقاله يجي يومين 3 اطبق واحط على السبت، واللي عايز هدوم بيطلع من السبت. طبعا دخلت بعد ما العيال جم على المطبخ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، على المطبخ واللي حصل فيه. هنا كنت حضرت لهم اكل واكلوا وكلوا رز بلبن من مره ل10. والحمد لله كان في كوبايه اتكسرت وكوبايه تانية اتشرخت، واللي اتكب الحمد لله، ملهمش نصيب حتى يدوقوه. فاول حاجه شكل المطبخ كنت عايزه اغير فيه. لميت الفرشه وحركت مكان المطبخ وكنست ومسحت وظبطت تظابيط، والدنيا ايه الحمد لله لمعت وبقيت مريحه حتى ليا نفسيا. قادره حاسه ان انا في حاجه متغيره. انا بحب تفاصيلي، بحب حاجتي، السيرفيس ده انا بحبه. يعني عارفه لما تبقي ممتنه للحاجات اللي بتحبيها. الكوبايه دي اللي مكسوره المشروخه بقى، انا قلت ايه، خليها ايه منظر لحد ما ابقى ارميها. آه لفيتها كويس في اكياس، وقصاد الحتت اللي كانت هتجرح لفيتها بمناديل. انا حتى هنا كنت بجرب مره واتنين وعشرة، بحيث ان هي لو هتجرح وهتقطع الكيس تقطع وانا بضغط عليها دلوقتي. بس الحمد لله تمت العمليه الحمد لله، وكانوا 5 6 اكياس و10 مناديل كده قاموا بالواجب. تمام قوي. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم انعم على بيتي بالسكينه والطمانينه والفرح الدائم، وابعد عنا كل شر حاقد وحاسد، وحد بيغل كده من جواه، مش عايز لنا الخير ولا عايزنا نطلع من اي حفره احنا فيها. تمام. الحمد لله. الحمد لله على كوبايه القهوه والاكله السخنه اللي علمتنا نستغنى عن كل حد ملوش اي تلاتة لازمه في حياتنا، وعلمتنا الاستغناء عن التواصل مع البشريه. اي نعم في بشر كده لا يمكن الاستغناء عنها، بس في تفاصيل كده بتجبرك انك تتغربلهم وتنقيهم كده ايه، تحطهم في حياتك. اختك، جوزك، ولادك، مامتك، باباكي. والباقي بقى يا تمسحيهم باستيكه وترمي الاستيكه عشان فيها ريحتهم، ويا اما بعد كده الباب ده تقفليه وتعملي عليه باب حديد من جوه حرصا لا يفتحوا الباب الخشب. ربنا يهدينا ويصلح حالنا. تفاصيل كتير ما بتخلصش، البيت مليان تفاصيل، والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله دايما ابدا على نعمه السكن ونعمه الرضا ونعمه الرزق ونعمه الصحه وراحه البال. هتقولي انا مش مرتاحه، لا مرتاحه. انت احسن من غيرك، انت قاعده في بيتك مش في المستشفى، انت قاعده في بيتك مش في الشارع، انت عندك اللي يكفي قوت يومك. دول شويه زعتر انا كنت غسلاهم. اوعي تكوني يا بنتي ما تغسليش الاعشاب، ينسون، حلبة، جنزبيل، زعتر، اي حاجه اي اعشاب تتغسل تغسليها. طبعا جنزبيل بودر لا طبعا، ما تقوليش ان انت اللي قلتي اغسليها. الحمد لله.